محمد شريف ما كفاهوش ان هو جاب حاله نفسيه لكل جمهور الاهلي، فقرر بقى ان هو يعمل ايه، يزودها ويجيب الحاله النفسيه دي للجمهور المصري كله. كابتن حلمي طولان قرر استبعاد محمد شريف من قائمه منتخب مصر عشان اعترض على التغييره بتاعت امبارح. يا كابتن محمد شريف، مع احترامي ليك، انت مبطل كوره. انت اتفرجت على نفسك امبارح وانت بتلعب في الماتش؟ اللعيبه دي بتتفرج على نفسها في الملعب يا جماعه. يعني انت منين جبت البجاحه ان انت تعترض ان انت اصلا بتتغير؟ انت ازاي اصلا انضميت للمنتخب؟ هو الغلط على كابتن حلمي طولان من الاول ان هو اصلا جابك المنتخب ده. انت مكفرهم في الاهلي. انت جمهور الاهلي عايز يكسر قلتين وراك من كتر ما انت مطلع اللي خلفوهم. حته اصلا ان انت موجود في منتخب مصر الثاني حتى مش الاول دي ظلم ليك. انت المفروض اصلا تكون مش موجود في اي منتخب ولا موجود حتى في الاهلي. انت جيت الاهلي يا محمد يا شريف عشان بس الزمالك كان فاتح خط مفاوضات معاك. اوعى تكون فاكر ان انت رجعت الاهلي عشان مستواك جامد وكده. انت الاهلي رجعك بس عشان خاطر الزمالك كان هيجيبك، ولكن يعني الحمد لله ان الزمالك اصلا ما جابكش. يعني هي احنا بنقول على الجزيري وحش. الجزيري اللي هو الهداف التاريخي للاعبين الاجانب في الزمالك بنقول عليه وحش، ما بالك بقى محمد شريف؟ كنت حلو زمان يا محمد يا شريف، كان فيه وخلص زمان. اتمنى بس اللعيبه تتفرج على نفسها في الملعب. انت اديت وحش يبقى تطلع وانت ساكت، ما تحطش، ما تتكلمش، ما تفتحش بقك. لكن انت تبقى بتلعب وحش مع فريقك وتنضم للمنتخب وتسافر وتلعب الماتش اساسي وتقدم اداء يعني مش نافع وتطلع كمان تعترض، لا يبقى تستاهل ان انت تطلع بره القايمه. واصلا الغلط من الاول ان انت انضميت اصلا للقايمه من الاول. انا شايف ان ده قرار صح جدا من كابتن حلمي طولان، وشايف ان كان المفروض فيه ناس تانية اولى ان هي تروح بدل محمد شريف.